اللهم اجعله خير. أسير أبصر ابني محمد. كسروا يدك اللي عاد كسر الباب. طيب ادخل الباب مفتوح. يما حظياه. مبروك، مالك يا مبروك بتدق الباب هكذا؟ يما حظياه اول ادش على البشاره وبعدين تحاكي. بشاره؟ ايوه من عيوني، بس للمحل بشاره. ابنش ناصر وصل من المدينة. ناصر وصل ولا؟ لا وصل. انت يا ناصر وصل بالسلامة وعيموت من الجوع. حيا والف حيا يا ابني. لا اسمعش اخي حمدان وهو عيقول انسر يمه. قول لكم وسط عيوني. ومبروك ما بين بسره الا مثل واحد مثلكم. حيا يا كبد ادخل حيا. باقي معيضك يمه. يا عبد الله تفضل يا عبد الله. الله ما بحد. مالك جالس خارج واقف هناك. تفضل ادخل. قال لك ما بحد، هذا الكلام ما يقولوش في الريف، هذا الكلام يقولوه في المدينة. أما في الريف يا عبد الله فأهل الريف كلهم يعتبروا أسرة واحدة. السلام عليكم يمه. وعليكم السلام ورحمة الله. ارحب يا ولدي فوق عيوننا وروسنا. هيا تفضل يا عبد الله. اهلا وسهلا يا مرحبا. ايوه بدل ما كان يقع لي بشاره واحده الحين يقع لي سنتين بشارات. اسال عند حمدان واقول له اخوك ناصر جاء ومع الضيف. ايوه هكذا يا عاتقة، لا اليوم ولا تسألي علي ولا شيء. أول شيء قولي لي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. وكيف أمي فاطمة؟ هي تيا مش فاطمة اللي مأخرنا 10 أيام. ما بالله عملت العملية وإنها مثل الحصى. الحمد لله على سلامتها. الله يسلمش. ها زينب قولي لي ما هي آخر الأخبار؟ اسكتي. أمس الليل وأنا جالسة مع أبي. ما شاء الله والله ورثتي يا زينب، ورثتي واصبحتي شابة ما شاء الله عليك. ايش قصدك يابا؟ قصدي يا بنتي فترة ورحتي لك واننا وحدي. يعني اقصد يا بنتي لابد ما تتزوجي وتتركيني واني في البيت لحالي، هذا اللي بنقصد. ومين قال لك اني اتزوج وافلتها بروحي الغالي لوحده؟ يا زينب الله يرضى عليك، الزواج يا بنتي سنة الحياة. ابو هالزواج اللي انا شافلتها بي. طيب ما رايش نفعل بيننا وش صلح؟ صلح ما يابا او بيني وبينك مشاكل. إن قصدي يا بنتي إذا جبنا الحلال أشرط عليه إني أزوجكم وأخليكم عندي في البيت. ايش تعرف ما خلى بي يفكر في موضوع الزواج؟ أكيد إن حمدان كلمه وفاتحه في الموضوع. حمدان يا ريت، بس أنا حاسة إنه في راسه بي شخص غير حمدان، ولو إحساسي صدق لقتل نفسي. أنت غلطانة. بأيش؟ لو جلستي مع عمي مسعود وكلمتي ونغبشتي في الكلام هتعرفي ما بيدور في راسه. أنت عارفة إنه أي بنت تخجل تتكلم مع أبوها في هذه المواضيع، لو كانت علاقتها بأبوها كيف ما كانت. عندش حق. طيب حمدان ماله؟ ايش رايك تكلمي عن الزواج وتشوفي ايش رايه؟ ولو انه كلامك مش معقول لكن شفكر. اهلا وسهلا وارحبوا فوق العين وفوق الراس. الله يعافيك ويسلمك يابا.
حيا الله عمي حسين. حياك الله وارحب يا ضيف، ارحب اهلا وسهلا، ارحب مرحبا بصوت. بقيت يا عم حسين بقيت. ناصر؟ ايوه. عمي حسين بيقول مرحبا الصوت. صوت من؟ صوت الكبش الذي عاد بحولك. تفضلي يا حاج هيا. اسلمي يا ام حمدان، اسلمي اسلمي لشلقوه. الله يخليك، هيا يا نصر وصاحبك خليه يطعم لنا البلاد. بسم الله، تفضلوا يا شباب، تفضلوا بالهنا والشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قوم اطعم الصبح قبل الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رب. السلام عليكم. أنا محمد جابر المجفر، جيت بطلب من الأستاذ النائب العام. تفضل استلم. شكرا. تفضل يا سيدي. حبيت أهنيك بنفسي لمناسبتين. المناسبة الأولى نجاحك من المعهد العالي للقضاء بدرجة امتياز. والثانية موافقة المجلس الأعلى للقضاء منحك درجة وكيل نيابة نظرا لتفوقك. هذا شرف كبير وثقة أعتزلها. ألف شكر. أمانة الدعوة العامة مسؤولية كبيرة وأمانة خطيرة، لكن خطرها تحيطه روعة يتأسى به من يعرف الواجب ويسبو إلى حسن القيام به، ولا أظنك إلا أهلا لهذا المنصب. إن شاء الله أكون عند حسن الظن ومحل ثقتك. وأنا أتمنى إن شاء الله أن أسمع عنك كل خير. شكرا. أستأذنكم. يلا. السلام عليكم. يا مبروك، خلاص بنقول لك سير للبيت الان وقول لهم ان انا واصلي. هي ما تشتي عشتي حق شهر كم نفسي. خلاص حاضر، من عيوني لا بشاره. في امان الله. توكل. يا ما هو هذا الكلام، لا بشار من عمتي ولا بشار من حمدان ولا بشار من احد. يا لطيف والاسره. ده الحين ما قلت ليش يا حمدان، ما هو رايك في المقاله هذه؟ زينب، كل أب يتمنى يشوف بنته مزوجة ومستورة في بيت زوجها، حتى لو كان على حساب سعادتها. ما بتقصدي؟ حتى لو كان الشخص اللي اختار لها أبوها ما بتحبش. يا زينب الله يحفظك، ما بش أب ممكن يزوج بنته إلا برضاها وموافقتها. أنا خايفة. لا تخافي ولا تقلقي، أنت في أمان. ها؟ أنا خلاص نويت قريب إن شاء الله أطلب يدش من عمي مسعود. أنت الحين روحي البيت وأنا أروح ألحق مبروك وأشوف الضيوف اللي وصلوا. خلاص؟ بس قبل ما أروح شاسي دوحة المجرى، أبي بيت رعوانك. الله يا دوحة المجران، ورحم الله عمش جابر. عمي جابر؟ من عمي جابر؟ ها؟ اسألي يا ابوش وهو حيقولش بكل شيء. يلا مع السلامة. مع السلامة يا حمدان. عمي جابر؟ خير يا اختي، ايش فيه؟ اقلقتيني من صدق. مش عارفة، من ساعة ما تخرج محمد أنا قلبي مكبوب وحاسة إن بحاجة أتحصل. من قبل ما يتخرج محمد جالسة قلقة، بعد ما تخرج محمد جالسة قلقة وخايفة للما هذا كله يا اختي. اسكت يا عصام. أمس حلمت حلم خلى قلبي مقبوض من صدق. خير ان شاء الله. شفت
وهو بيمشي في طريق مظلم، وبه واحد بيمشي قفاه محمد بن يحسن به واحد قفاه لما تشتي يشوف وده يتكفس له فوق جميل وجلس يطعنه بخنجر. هذا خير من الله يا اختي، لا يجلس قلبش هكذا معلق على محمد اليوم قدو رجال ما ينخافش عليه، صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليه.